السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم اليوم سأقدم لكم وصفة جديدة، وهي معقودة البطاطس بدون قل، أي في الفرن. إنها حقا جيدة. فهنا لدي البطاطس، يعني تقريبا كمية كبيرة على حسب الأشخاص. لدي بطاطس مسلوقة والقليل من القزبر، بيضتين من الكركم، القليل من الكمون، والزعفران اللي هو الملون الأصفر، والفلفل الأحمر والفلفل الأسود مختلطين، والقليل أيضا من الثوم، لقد نسيت أن أضع الثوم. الآن بعد تقديم المقادير سنأخذ هذه البطاطا، سأمعكها قليلا بواسطة الشوكة، هكذا. امعكها جيدا. والآن سأضع المقادير. أضع القليل من القزبر، والتوابل. إن مذاقها حقا رائع، أفضل من القلي. فهكذا لا تتشرب يعني الكثير من الزيت. وتستطيع أن ترافقها أيضا مع صلصة طماطم أو كساندويتش. أضع الزعفران اللي هو الملون الأصفر، وبيضة واحدة، يعني بيضة على حسب الخليط حتى يتجمع معنا الخليط، كي عندما أضعها في الفرن لا تتفكك، لأن بواسطة البيضة أجمع البطاطا. الآن سأضيف البيضة الثانية وأخلط جميع المكونات. بعد ذلك سأصنع كويرات من البطاطا وأضعها في صفيحة الفرن، يعني في اللاطة ديال الفران، وأدخلها إلى الفرن حتى تنضج. وهذه هي بعد نضجها، إنها جيدة. أتمنى أن تنال إعجابكم. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.